السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، أهلا بكم. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار نادي الهلال السعودي. كشفت تقارير إعلامية بأن إدارة نادي الاتفاق تسعى إلى التعاقد بشكل رسمي مع الجناح البرازيلي المتألق في نادي الهلال ميشيل ديلغادو خلال الفترة المقبلة. ووفقا لتقارير صحفية واردة، فإن إدارة نادي الاتفاق قد بدأت في فتح خط المفاوضات مع مسؤولي نادي الهلال للتعاقد مع ميشيل ديلغادو خلال فترة انتقالات يناير القادمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجناح البرازيلي أكد أنه يشعر براحة كبيرة مع نادي الهلال ولا يريد مغادرة الزعيم في المستقبل القريب، بالتزامن مع وجود أنباء أكدت على جودة العلاقات بين اللاعب ومدربه البرتغالي خيسوس. كشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عن أزمة تواجه البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال في ظل مرحلة تأهيل اللاعب في البرازيل خلال الفترة الماضية. وتأكد غياب النجم البرازيلي لفترة طويلة عن الملاعب بعد إجرائه لعملية جراحية في الرباط الصليبي وغضروف الركبة، ومن المنتظر عودة اللاعب إلى الرياض خلال شهر يناير المقبل من أجل مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي، حيث أكد أخصائي العلاج الطبيعي أنه يجب على نيمار عند إكمال شهرين من العملية العودة إلى الرياض وإكمال العلاج مع الطاقم الطبي في نادي الهلال. الهلال يملك طاقم طبي قوي وكل المعدات اللازمة في التأهيل، فعودة اللاعب إلى الرياض والتأهيل في نادي الهلال سوف يعطيه تركيزا أكثر في العمل والعلاج ودعم معنوي ونفسي من الفريق وزملائه اللاعبين. التركيز ولا غيره. إصابة قوية تتطلب جهد كبير في التأهيل، لذلك من مصلحة الهلال ومصلحة نيمار نفسه عودة اللاعب وإكمال برنامجه العلاجي في الرياض في مقر نادي الهلال. وفي سياق آخر، أثارت جلسة الصور الأخيرة في نادي النصر بمناسبة إطلاق القميص الجديد للفريق جدلا بين جمهور الفريق وجمهور نادي الهلال، حيث هاجمت جماهير نادي الهلال صور النصر التي نشرت عبر حسابه الرسمي بحجة أن هناك تشابه كبير مع جلسة التصوير الخاصة بالزعيم في بداية الموسم. فجمهور نادي الهلال يؤمن بأن النصر قلد جلسة التصوير الخاصة بهم، والفارق الوحيد هو شكل الكرسي. واعترض مدرج الهلال على ذلك التشابه، بينما دافع النصر عن فكرة المركز الإعلامي التي ظهرت بشكل رسمي في الساعات الأخيرة. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.